كدوز، يا إما حكاية كتروى ولا فراغ كيتنسى. السلام. سميتي حمزة، كبرت في خيرية وسط كازا تماك. إذا بغيتي تعيش خاص تكون حاطي جنابك، فيا إما تكون مشرمل وديما شاعل، ويا إما تكون دري كيقرا وهي طايرة ساكت وحاضي باش تا حد ما يهرف عليك. أنا كنت من النوع اللي كيحضي بزاف، عقلي كان بحال شي كاميرا كيسجل كلشي. كنعرف الدري واش غيضربني قبل ما يمد يدو، وكنعرف المدير واش شاد فيا العكس غير من الشوفة ديالو. هادشي ما كان لا سحر لا والو، كانت عليه غير الحرفه ديال دري يتيم بغى يحمي راسو مولف كيشوف التفاصيل اللي بنادم العادي ما كيشوفهاش. كملت 18 عام والخيريه جراو عليا حيت القانون هكا داير. عطاوني صاك فيه حوايجي وملف كحل وصندوق ديال عود قديم. المدير قال لي هاد الصندوق خلاوه ليك، واحد خينا نهار جيتي هنا وانت باقي رضيع قال لينا ما نعطيو ليك حتى شي حاجه تخرج للزنقه وتولي راجل. حليت الصندوق لقيت فيه مكحله مصديه وقصيره. قلت في خاطري شنو غندير بيها، نصيد بيها الفراخ ولا نتصور بيها في ظرف سلطه. كريت بيت فوطيل رخيص وكراج علالة، ريحت غمولية والفراش مكرفص. حطيت الصاك وبديت كنقلب في داك الملف الكحل، لقيت فيه تصاور ديال شي ناس كيشبهوا ليا وكلام على شي عائلات قديمه في المغرب اللي عندها حواس مجهده بزاف، كيشوفوا وكيسمعوا داكشي اللي بنادم العادي ما كيردش ليه البال. وانا كنقرا بدات ديك الحظيه ديالي كتخرج على السيطره. وليت كنسمع الدقه ديال الساعه اللي في البيت اللي هدايا كانها شي طبل وسط ودني. وليت كنشوف الدبان كيطير حدايا بسلو موجن. راسي بدا كيسخن وقلبي كان بغا يخرج من بلاصتو. فاش سمعت صوات خطوات ثقيله ورا الباب، خطوات ديال شي حد جاي عندي نيشان وما كانش ناوي على الخير. وقفت مشيت للصاك وزيد ديك المكحله المصديه. ما عرفتش عليه الصراحه، ولكن غير قصتها حسيت بواحد البوريشه دازت في لحمي. الحديد ديالها كان سخون في يدي بحال الا فيه شي روح. الباب بدا كيتحل بشويه وبان لي واحد خينا طويل لابس قب وهاز في يدو سلسله ديال الموطور. زيت المكحله في يدي وحطيتها ليه في وجهه. شكون انت؟ واش باغي تموت؟ كنت كنغوت عليه بواحد الصوت كيرجف. خونا وقف وشاف المكحله في يدي وقال بصوت بارد كيخلع: اذا انت هو اللي كنا كنقلبوا عليه هادي 18 عام. حط داك السلاح ولد الخيريه، انت باقي ما كتعرف حتى كيفاش تنفس. خونا بقى واقف في الباب ما تحرك ما تخلع. واخا المكحله كانت في يدي كان كيشوف فيا بواحد الشوفه بارده بحال الا كيشوف شي دري صغير شاد في يدو لعبه. قلت لك حط داك السلاح. عاود بصوت رزين وقال لي: ديك المكحله ماشي ديال التهديد، هادي هي اللي تخليك تشوف الحقيقه اللي راك هارب منها. انا يدي كانت كترعد والحديد ديال المكحله كان سخون لدرجات بدات كتحرقني في كفي، ولكن ما بغيتش نرخيها. تزيد خطوه والله تنفرق عليك راسك. كنت كنغوت عليه هو ضحك واحد الضحكه خفيفه وفجاه تحرك بواحد السرعه عمري شفتها في حياتي. بلي غير بحال شي خيال كحل. وفي قلب من ثانيه لقيت راسي ناعس فوق الفراش والمكحله طارت من يدي وشدها هو. سميتي الرئيس، قالوا هو كيمسح الغبره على المكحله بصباعو. انا اللي كنت كنحضي كاع ولاد الفصيله اللي تشتو في الخيريات، وانت يا حمزه كنتي اصعب واحد فيهم. حيت عقلك كان حاضي بزاف كثر من القياس. جلست وانا كنهاج راسي كان غيطرطق في الصداع. تاش من فصيله واش من حقيقه. انا غير دري يتيم باغي يلقى طرف ديال الخبز. الرئيس قرب مني وحط المكحله فوق الطبله. ديك الحواس اللي عندك، ديك الهيبه ديال كتشوف الدبان كيطير هو ثقيل وكتسمع الدقات ديال القلب، هذيك ماشي غير حضيه، هذيك سميتها ادراك الرمه. انت كتشوف العالم كيفاش داير بصح، ماشي كيف كيبان للناس العاديه. ضرب يدو على الحيط وفجاه الحيط ما بقاش كيبان لك حيط ديال السيما، بدا كيبان لي فيه شي عروق ديال الضو كيجريو. والبيوت اللي حدايا ولات كتبان لي شفافه. شفت بنادم كينعس وشفت الشفاره اللي في الزنقه وشفت الطاقه اللي خارجه من الاجسام ديالهم. كازالك تعرف راه غير قشره. كمل الرئيس كلامو:
لتحت كاينين ناس كيتلاعبوا بهاد الطاقة باش يسيطروا على كلشي. والملف الكحل اللي عندك فيه السميات ديال الناس اللي قتلوا والديك حيت خافوا من هاد العينين اللي عندك. وقفت وبديت كنستوعب بلي هاد خونا ما جايش يسرقني، جاي يحل عيني على واحد المصيبة اللي كبيرة. وباش غنواجهو هاد الناس بمكحلة مصدية؟ الرئيس بتاسم المكحلة مصدية حيت قلبك باقي طافي. نهار تعلم كيفاش تنفس صح ديك المكحلة غتولي تضرب القرطاس ديال الروح ماشي ديال الرصاص. فديك اللحظة سمعنا صداع ديال الماشر مجهدة. وقفت قدام لوطيل، الرئيس تبدل وجهو وجبد واحد الخنجر صغير من جنبو. لقاونا تفو هادو هما صحاب المنظمة. حمزة هز الصاك والمكحلة، دابا غتبدا القراية ديال بصح. الرئيس طفى الضو ديال البيت، فرمش عين الزنقة لتحت ولات عامرة بصداع ديال الماتر. والضو ديال البروجيكتورات جا كيمسح الحيوط ديال اللوطيل. شوف فيا مزيان، همس لي الرئيس وهو شادني من كتفي. دابا غتحبس النفس وغتنسى بلي انت في بيت ضيق. ركز غير مع الصداع ديال الماتر، حاول تعزل شحال من واحد كاين تماك. سديت عيني في الاول كنت كتسمع صداع مخربق ولكن شويه بشويه، وبسبب ديك اللحظه اللي فيا من الصغر بدات الهضره كتصفى في ودني. كاينين 5 د الماطر، قلت لي بصوت خافت، و10 ديال الناس كلهم هازين السلاح. الرئيس بجاسم وقال لي ناضي هز دابا المكحله وشوف ما ديريش بها حتى نقولها ليك. يلا تبعني. خرجنا من الشرجم ديال البيت فوق واحد السطح ديال القصدير. البرد ديال كازا كيضرب في وجهي، ولكن السخونيه اللي في يدي ديال ديك المكحله كتعطيني واحد الطاقه غريبه. بانوا لينا جوج خوتنا طالعين من الدروج ديال السطح ولابسين سروال ديال العسكر. الرئيس تحرك بحال البرق، ضرب الاول جابو واطي والثاني شدو من عنقو وصمكم مع الحيط. حمزه تعال ترى وراك، فيزي عليه. غوت عليا درت ورايا بالي واحد خينا مني فردي. في ديك اللحظه الوقت حسيت بيه والله بطيء اكثر من القياس. شفت صباعه وهو كيورك على الزناد، وشفت حتى القرطاسه وهي كتخرج من الفوها. بلا ما نفكر ملت بجلسه ديال اليسار ورصاصه دازت حدا ودني لدرجه شميت ريحه الحريق ديالها. هزيت المكحله وما عرفت كيفاش درت ليها، ولكن تخيلت بلي ديك السخونيه اللي في يدي كتخرج وسط الماسوره ديال السلاح. ورقت على الزناد ما خرجت القرطاس، خرجت واحد الموجه ديال الضو زرقاء قويه خبطات في خينا وطيرات من فوق السطح. مزيان قال لي الرئيس هو كيجرني، ولكن هادو غير البياتق، خاصنا نخرجوا من هاد الدرب قبل ما يوصل المهندس. نزلنا من السطح لواحد الزنقه ضيقه ومظلمه. كنا كنجريو وسط الزناقي ديال الكراج علاله اللي حافظهم شبر بشبر. الرئيس وقف فجأة وراه واحد الطوموبيله قديمه. حمزه ركز، كاين واحد القناص فوق العماره اللي قدامنا، الا ما طيحتيش ما نخرجوش من هنا. شفت فوق ما بان لي والو، كان غير الظلام، ما بان لي والو. الرئيس غمض عينيك، قال لي بصوت حنين هاد المره ما تشوفش بعينيك، شوف بالادراك ديالك. قلب على النبض ديالو، سديت عيني وحسيت بلي العالم كامل ولا كحل الا واحد النقطه صغيره في الفوق كانت كتنبض باللون حمر. هذاك هو القلب ديال القناص. هزيت المكحله تنفس بشويه وطلقت الضوء الزرق، وتماك تيريت داك الضوء الزرق شق الظلام ديال الليل، وسمعنا غير صداع ديال شي حاجه ثقيله طاحت من الفوق. هربنا دابا، قال لي الرئيس هو كينهج، ولكن اللعب يلا بدا. دابا غنديك لواحد البلاصه فين غتلاقى خوتك ولا هاد الفاصله اللي بقى. الرئيس مشى جايز واحد الطاكسي قديم كان حاطو في القنت، ركبنا فيه الطريق كامله وانا كنشوف في يدي اللي كانت باقا كترعد. ديك المكحله حطيتها في حجري، مبقيتش كنشوف فيها كخردة، وليت كنشوفها كأنها طرف مني. وصلنا لواحد الجهه مهجوره في عين السبع، عمارات قديمه ديال الشركات اللي سدوا شحال هادي سنين. وقفنا قدام واحد الكراج كبير. الرئيس دق واحد الدقه في شكل دايره بحال شي كود وتحل الباب شويه. وداخل الضو كان خافت، المكان كان عامر بشاشات ديال التلفازه وكابلات دايزه تحت الارض، وريحه القهوه اللي كانت مخلطه مع ريحه المازوت. ديك الساعه تسمع الصوت ديال جبتيه. هاد الصوت كان ديال شي بنت خارجه من الظلام،
خرجت واحد البنت نيت كانت في العمر ديالي، لابسه كاسكيت ومسدة شعرها، عينيها كانوا كيلمعوا بواحد الطريقه غريبه بحال الا وسطهم كاينه شي مرايه. هذا هو حمزه، قالت لي كدور بيا كيبان دري هادي، واش متاكد بلي هو اللي غيحل لينا المشكل ديال الكود ديال الخريطه؟ الرئيس حيد القبعه ديالو وحطها فوق الطبله. حمزه ماشي عادي يا ساره، الدري عنده ادراك فايت القياس، هو باقي ما عارفش كيفاش يتحكم فيه. شفت فيها وقلت لها ببرود وعلاش باغيني نحل لكم هاد الكود، واصلا شكون نتوما؟ في ديك اللحظه خرج واحد الدري غليظ من ورا الشاشات، هز في يدو واحد المانيطه ديال شي درون. سميتي سيمو، قال هو كيضحك. انا المهندس ديال هاد الروينه وصار علي قدامك الميزه ديالها هي التوقع، كتقدر تشوف اش غيوقع من هنا ل5 ثواني، حنا كاملين ولاد الخيريه اللي جراو علينا ملي كملنا 18 عام. ساره قربات مني بزاف وشافني شات عيني. حمزه، الملف الكحل اللي عندك فيه شي حاجه ما قدرناش نقراوها، فيه خريطه رقميه مخبيه وسط تصاور قديمه، وحنا محتاجين دوك العينين ديالك باش تفك لينا هاد الروينه. الرئيس قاطعنا، ماشي دابا الدراري، المنظمه وصلت لوطيل اليوم، هادشي كيعني بلي كاين خائن وسطنا، ولا بلي حمزه فيه شي رادار بلا ما يعرف. انا تفكرت ديك السخونيه اللي حسيت بها في المكحله، قلت لهم بصوت مسموع المكحله بدات كتسخن قبل ما يوصلوا. سيمو صارت بدلهم الوجه. الرئيس قرب المكحله وقلبها. لا مستحيل، هادي ماشي مكحله عاديه، هادي مفتاح. حمزه انت ماشي غير قناص، انت هو داك السارود اللي غيحل لينا الابواب ديال المختبرات اللي تصنعنا فيهم. فجاه الشاشات اللي في الكراج كامله بدات كتسيني وكتومض بواحد اللون احمر. سيمو غوج دراري، شي حد دار السيرفر ديالي، هادو ماشي المنظمه العاديه، هذا المهندس الكبير براسو. واحد الصوت غليظ خرج من المكبرات ديال الصوت ديال الكراج. حمزه، هادي 18 عام وانا كنتسنى هاد اللحظه، المكحله اللي في يدك هي اللي قتلات والديك، واش باغي تعرف علاش؟ الصوت كان كيخلع بحال الا جاي من تحت الارض. الكراج كامل بدا كيترعد والسيمو كان كيضرب في الكلافي بحال شي هبيل باش يحبس داك الاختراق. الرئيس غوت، السيمو قطع الضو على السيرفرات دغيا. ساره شافت وعينيها كيلمعوا الخوف. حمزه، غادي يوقع انفجار ورا الباب، نزل. يلا سالات هضرتها، تسمع واحد الانفجار في الباب ديال الكراج، الدخان غطى كلشي، ودخل واحد الرباعه ديال الروبوتات البشريه لابسين لبسه ديال التكنولوجيا مجهده وهازين سلاح مطور. الرئيس جبد 2 نواة طوال وبدا كيضرب فيهم بواحد الاحترافيه خياليه، كان كيتحرك وسط الدخان بحال الشبح. اما سيمو جبد واحد الجهاز ديال التشويش وبدا كيطفي لهم السلاح ديالهم بالدبدبات. انا بقيت واقف في بلاصتي شاد المكحله، داك الصوت اللي خرج من السبيكر بقى كيدور لي في بالي. المكحله اللي في يدك هي اللي قتلت والديك. حسيت بواحد الحقد طالع لي من اعماق قلبي. ديك اللحظه ديالي ولات مجهده لدرجه وليت كنشوف الدخان كانه خيوط رقيقه. شفت واحد من دوك المهاجمين جاي يتصارى من اللور وناوي يغدر بيها. بلا ما نفكر هزيت المكحله هاد المره، ما سديتش عيني، بالعكس حليتهم كتر. شفت النبض ديال داك الروبوت البشري، كان عنده واحد القلب صناعي كيسيني بالضوء الاحمر اللي في صدره. حمزه لا، غوط الرئيس، طاقت القرطاسه ديال الضوء، الزروقيه ديالها كانت مجهده لدرجه عمات كاع اللي في الكراج. الضربه مشات نيشان القلب الصناعي ديال خونا وتفرقع لدرجه الطيار كاع اللي كانوا حداه. ولكن الصدمه هي ان المكحله ما برداتش، بالعكس بدات كتحل واحد الحديد ديالها بدا كتقشر وكيخرج منه واحد المعدن. كان سائل كيتلوى على يدي حتى وصل لكتفي. غوت بالالام، اش كيدير هادشي؟ الرئيس قربني وهو كينهج. وقت الاخر واحد فيهم شاف يدي وتصدم، هادشي ما كاينش في الكتوبه. المكحله بدات كدير معاك الالتهام، هي دابا ولات طرف من الجسد ديالك. ساره قربات مني وجهها حب. حمزه، شفت في التوقع ديالي بلي هاد المكحله غتاكلك الا ما كنتيش كتعرف تحكم في الاعصاب ديالك. خاصها خرجوا من كازا دابا، المهندس راه صيفط الجيش كامل. سيمو جمع الماتيريال ديالو في صاك واحد وقال لينا عندي واحد الدار امنه في نواحي ازرو وسط الغابه، تما كاين واحد الصدى كيحبس الرادارات
خاصنا نتحركوا ليها قبل ما يسدوا علينا طريق السيار. ركبنا في واحد الطوموبيل كاتكاط كانت كحله، كانت مخبيه تحت واحد الخطا. سيمو كان كيسوق والرايس كان حدا حاضي المرايه. انا وساره كنا اللور. شفت يدي ديك المعدن السائل اللي رجع دخل وسط المكحله، ولكن بقات في يدي واحد الوشمه كانت زرقاء على شكل 17 النجمه. ساره مسات لي حمسه ديك الهضره اللي قالها لك المهندس على والديك، ما تثقش في كلشي، كاين شي حوايج حتى الرايس مخبيهم عليك. شفت فيها وكنت غاسولها، ولكن فجأة سيمو فرينا فرنسيك. الدراري التراك مقطوعة وشوفوا شكون واقف تما قدامنا وسط الطريق الخالية. كان واقف واحد الراجل لابس بدلة أنيقة، شعره كله بيض وهاز في يدو عكاز ديال لابانوس. كان واقف بوحدو، ولكن الهبة ديالو كانت كتحبس النفس. الرايس هبط الجاج ديال الطوموبيل وقال بصوت ميت بالخوف: المهندس براسو نزل عندنا. الرايس حط يدو على الباب ديال الطوموبيل ويدو كانت كترعد. اول مره نشوف هذا الراجل اللي ما كيخاف من حتى شي حاجه. الدراري حتى واحد ما يتحرك. همس لينا بصوت باح: هذا الا حرك اصبعو يقدر يفرق علينا الطوموبيل باللي فيها. المهندس بدا كيتمشى جهتنا بواحد رزانه، وصوت العكاز ديالو فوق الكودرون كيتسمع بحال شي دقات ديال الساعه. وقف قدام الطوموبيل نيشان نزل النظاظر ديالو وشاف فيا انا اللور. حمزة، انطق بسميتي واحد الصوت هادئ بحال الا كيهضر مع ولدو. ديك الوشمة اللي في يدك انا اللي رسمتها، وديك الكحلة انا اللي هندستها. واش كحسب ليك هاد الناس اللي معاك باغيين لك الخير؟ هادو غير سراقين، سرقوك مني نهار كنتي باقي صغير. الرايس حل الباب وهبط، وقف قدام المهندس وجها لوجه. بركة ملك دوبا عزيز، الدري ماشي ديالك وماشي سلعة، حمزة انسان حر. المهندس ضحك بواحد البروجة كتحبس الدم في العروق. حر؟ شاف فيا وكمل كلامو: حمزة ركز في ودن الرايس، ورا ودنو اليسرى كلش كتشوف. خدمت ديك الحظية ديالي بجهد وعيني ركزات ورا ودن الرايس. تما بالي واحد الضو حمار صغير مخشي تحت الجلد كيضرب مع الدقات ديال القلب. كاين تماك شي هاز، قلتها وانا مصدوم. المهندس ابتسم: هذاك جهاز تتبع انفجار، الرايس خدام معانا هادي سنين. المهمة ديالو كانت هي يوصلك لينا نهار تكمل 18 عام وتكون كحلة واجدة. وما جاش ينقذك، هو جابك لعندي حيت خايف على راسو. شفت في الرايس وجهو الاصفر وما قدرش يشوف عيني. ساره وسيمو حتى هما هبطوا كانوا مصدومين. غوت عليه السيمو وقال ليه: قول لي بلي هادشي كذب، قول لي. الرايس بقى ساكت وهبط راسو للارض. ديك الساعه قال لي: تسمح لي حمزه، ما كان عندي حتى شي حل، ولدي محبوس عندهم، وإلا ما جبتكش غيقتلوه. الدنيا دارت بيا، شكون غنتيق؟ واش خوتنا اللي رباوني في الخيريه وكذبوا عليا، ولا الناس اللي جاو ينقذوني طلعوا مخبيين عليا بزاف، ولا هاد المهندس اللي كيقول بلي هو اللي صنعني؟ حسيت بواحد الغضب ما عمري ما حسيت بيه. ديك الوشمه اللي في يدي بدات كتحرقني، والمكحله اللي كانت فوق حجري بدات كتخرج منها واحد الطاقه كحله، هاد المره ماشي زرقاء. ما بقى عندي ما نخسر، قلتها بصوت مغير: زيد المكحله وخرجت من الطوموبيل. انت قتلتي والديا، وهذا الرايس غدر بيا، دابا غنوريكم الادراك ديالي فين غيوصلكم. المهندس هز العكاز ديالو وقال لي: يلا وريني ولدي، وريني واش الابتكار ديالو يقدر يقتل الصانع ديالو. في ديك اللحظه الزنقه كامله تفرقعت بالضوء. انا ما بقيتش كنشوف الناس، وليت كنشوف غير نقط الضعف في الاجسام ديالو. شفت الخيوط اللي رابطه الجهاز اللي في عنق الرايس، وشفت القلب ديال المهندس اللي كان كيبان لي بارد بحال شي ثلج. طلقت اول ضربه، ولكن هاد المره ما كانت موجه، كانت ضوء. كانت خيط ديال البراق كحل مشى نيشان عند المهندس. البراق الكحل اللي خرج من المكحله شق الطريق وشق حتى الصمت اللي كان. المهندس عزيز حرك العكاز ديالو بواحد الخفه ودار واحد الدرع ديال الصاله كان شفاف قدام وجهه. الضربه ديالي تفرقعت مع الدرع ودارت واحد الهزه ارضيه خلات الطوموبيل تزعزع من بلاصتها. داك المهندس هو كيمسح الغبره على كتافو. ولكن الغضب بلا تحكم هو غير ضياع ديال الجهد. ما بقيتش كنسمع، عينيا ولاو كيلمعوا باللون الارجواني، وحسيت بلي كاع الاصوات ديال كازا، من الدراري اللي كيهضروا في السطوحه حتى الماطر اللي بعاد، كلشي ولا كيتسمع دقه وحده.
الرئيس غوت حمزة حبس، هادي غتفرق عليك راسك، الجهد ديالك ما يقدرش يهز الطاقة كاملة. سارة شافت في التوقع ديالها وبدات كترعد. حمزة لا، شفتك كتموت في اللقطة الجاية، هرب. ولكن كانت ضيجة تحركت هاد المرة، ما تيريتش من بعيد. جريت جهة المهندس بواحد السرعة خلات الرادار ديال السيمو يصفر. المهندس عزيز حرك العكاز باش يضربني، ولكن انا فضل ديك الحظيه الهاربه ديالي شفت الحركه قبل ما تبدا. ما الجسد ديالي بحال شي خيال، وصلت نيشان قدام الصدر ديال المهندس، حطيت يدي اللي فيها ديك الوشمه فوق صدرو وهمست. انا ماشي ابتكار ديال حد، واحد الانفجار ديال الطاقه خرج من يدي، طير المهندس عزيز 10 ديال المترو وخلاته يطيح ويهرس العكاز ديالو. الرئيس والسيمو صار بقاو مصدومين. المهندس عزيز الراجل اللي كان كلشي كيخاف منه طاح الارض، ولكن شكون طيحو؟ انا حمزة. وحتى انا طحت على ركابيه والدم تا كيسيل ليا مني فيه ومن ودني، الوشمه بدات كتاكل ليا في الحميه. المهندس العزيز ناضو وهو كيكحب وسح الدم من فمو، ضحك واحد الضحكه هستيريه. نايضة، وصلتي للمرحلة الثانية قبل ما نتوقع. ولكن هاد المره وجود تبدل ولا كله شر. وقال لي نسيتي بلي انا اللي صوبت داك الجهاز اللي ورا ودن الرئيس. هز واحد الريموت كنترول صغيره كان مخبي في خاتم يدو. إما تعطيني الكفر دابا وتجي معايا، إما غنفرق على الودن ديال الرئيس قدام عينيك. الرئيس شاف فيا والدمعه طاحت من عينو. حمزه تيري فيه، ما تسوقش ليا، ولدي ديجا مات هادي عامين، كانوا غير كيكذبوا عليا باش نخدم معاهم. قتلو حمزه، قتلو. سارة غوتات. حمزة كاين قناص اخر فوق الشجره اللي وراك، راه مفيزي على السيمو. الدنيا ولات كتبان ليا مشوشه، الطاقه ديالي بدات كتساري والعدو محاصرني من كاع الجواي. الرئيس مهدد بالموت، السيمو تحت العين ديال القناص، والمهندس شاد الزمام عليا. وفي ديك اللحظه درت واحد الحاجه ما طاحش على بال حتى شي حد. ما صوبتش المكحله في المهندس وما هربتش، تيريت بالمكحله في الارض تحت رجلي نيشان. السيمو صار الرئيس شدو فيا، غوت باخر جهد عندي وركت على الزينات بكل قوه. واحد الموجه ديال الضوء والغبار ناضت لدرجه ان المهندس عزيز اضطر يغطي عينيه. فاش غبر الدخان الطريق كانت خاويه، طوموبيل الدراري انا كلنا غبرنا. المهندس عزيز بقى واقف وشاف في الارض لقى غير واحد النجمه زرقاء مرسومه على القدرون وباقي خارج منها الدخان. المهم اصدقائي، كنبغي لكم بلي ابتداء من هاد اللقطه غادي نولي ندوي كاني الراوي وماشي كاني شخصيه البطل اللي هو حمزه، باش ما تخربقوش في الاحداث، تمشيو مع الاحداث اكسيليري وما تخربقوش وتبقاو غادي مع القصه مزيان. سو نكملوا. الدراري لقاو راسهم مرميين وسط لاكاف ديال الخيريه فين كبر حمزه، ريحه الغموليه والظلام الدامس والسكوت اللي كيقبض القلب. السيمو كينهج وساره شاده في راسها، هداك التليبورت خربق ليها الحواس. الرئيس كان كيشوف حمزه بواحد الشوفه فيها الندم والحزن. حمزه كان طايح، يدو اللي فيها الوشمه باقا فيها داك الدخان، والمكحله رجعات بردات ولكن ولات لاصقه ليه في يدو بحال الا مخيطه مع اللحم. حنا في الخيريه. السيمو سالوه هو كاين فضل الغبره، علاش مشينا لهنا حمزه؟ هذه اول بلاصه يقلب فيها المهندس. حمزه ناض بزز، مسح الدم اللي على فمو وقال بصوت عيان، حيت هنا فين بدا كلشي. هاد لاكاف ماشي مخزن ديال الماكله، كاين حيت من ورا هنا فيه مختبر مخبي. كنت كسمع دقات ديال القلب ديال الماكينات وانا دري صغير. الرئيس قرب من حمزه وحط يدو على كتافو. عندك الحق ولجي، المهندس عزيز ما اختارش هاد الخيريه غير هكاك. هاد البلاصه كانت هي العش فين كبروا ولاد الفصيله كاملين قبل ما يتفرقوا. حمزه دار عند المهندس وشاف فيه نيشان. دابا غتهضر، قول لي شكون هما والديا، وعلاش المهندس قال بلي هاد المكحله هي اللي قتلاتهم. الرئيس تنهد وجلس فوق واحد الصندوق قديم وقال والدي كانوا من كبار الريمه، با كان هو اللي هاز هاد المكحله قبلك. المهندس عزيز كان صاحبهم، كان هو العقل وكان هو القوه، ولكن عزيز طمع بغى يولي هو الاله اللي كيتحكم في كل شيء. نهار والديك رفضوا يعطيوه السير ديال الالتحام مع السلاح
وقعت ديك الكارثة. كمل الرئيس بصوت مغير: المهندس عزيز مخربق السيستيم ديال المكحلة، وهي في يد باك السلاح تغدر وتفرقع بواحد الطاقة سوداء قتلات والديك بجوج في لقطة وحدة. انت كنتي رضيه في البيت والمهندس خداك حيت كنتي انت هو النسخة الوحيدة اللي بقات من دمهم. صار غوتات فجأة، الدراري حسيت بهم راهم فوق منا في الساحة ديال الخيرية. المهندس ما صفتش بنادم عادي، صفت الصيادين. الصيادين هما اخطر فرقة عند المهندس، بنادم ما كيحسش بالالم وكلهم معدلين تكنولوجيا. سيمو جبد واحد الطابليت وبدا كيشوف في الكاميرات اللي مخترقهم. الدراري كاينين 20 واحد وهازين معهم قنابل ديال الصدى، الا فرقوهم غيطفيو لينا الحواس ديالنا وغنوليو بحال الدجاج. حمزة شاف في المكحلة ديالو وغمض عينيه: الرايس وريني كيفاش نفتح هاد الحيط، ما بقاش عندنا فين نهربو، خاصنا ندخلو لقلب السيستيم ديالو. الرايس مشى لواحد السارية قديمة، حرك واحد الطوبة في شكل وتحل واحد الباب ديال الحديد ثقيل كيدير الدرج هابط لتحت. هذا هو المختبر رقم 0، تما فين كاين السيرفر اللي كيتحكم في دوك الاجهزه اللي دايرين لينا ورا ودنينا. وحنا هابطين صداع ديال القرطاس بدا كيتسمع فوق منا. الصيادين بداو كيدخلوا لاكاف. حمزه وقف في راس الدروج وقال ساره وسيمو: هبطوا نتوما والرئيس، انا غنبقى هنا نعطلهم شي شويه. ساره شدات يدو وقالت ليه: حمزه غيقتلوك راهم بزاف. حمزه ابتسم واحد الابتسامه ديال بنادم ما بقى خايف من والو. ما تخافيش دابا، عاد فهمت بلي المكحله ما كتضربش بالقرطاس، كتضرب بالحق. وهاد الناس الحساب ديالهم معايا طويل. ديك الوشمه الزرقاء في يدو بدات كتوسع حتى وصلت لعنقو، وعينيه شعلو بواحد الضوء لدرجات الظلام اللي فلاكاب ما بقاش كيبان. حمزه بقى واقف بوحدو في الدروج والظلام ديال لاكاف بدا كيتشق بضوء زرق جاي من عروق يدو. الصيادين نزلوا لابسين قناعات اللي كانت كحله وعينيهم كيشعلوا بالخضر كانهم قطوط ديال الحديد ما كيهضروش. كانوا كيتمشاو بحال شي وحدين ميتين. هو الصياد قرب، حمزه ما تيراش فيه من بعيد، وبسبب ديك الحظيه الهاربه اللي عنده شاف الضربه ديال الصياد قبل ما تخرج. الصياد ضرب واحد الموس كان فيه الضوء، ولكن حمزه مال بالجسد ديالو بحال الريح وضربوا بواحد المصه كحله لراسو. الضربه ما كانتش عاديه، كان فيه واحد اللي هزا خلات خونا يطير ويتخبط مع الحيط حتى تفرقع فيه الحديد. زيدو غوت حمزه وصوتو بدا كيتغير، ولا فيه واحد الرن بحال الرعد. هاد المره هجموا عليه 4 دقه وحده. حمزه غمض عينيه وحس بالنبض ديالهم كلهم. المكحله اللي في يدو بدات كتجمع الضوء اللي في الراس ديالها، وفجاه خرجت منها خيوط ديال الليزر زرقاء تشبكات في الممر كامل. اي صياد كيقيس الخيط كيتحرق وكيطبلوكا في بلاصتو. الرئيس والسيمو وساره وصلوا لواحد البيت عامر بالشاشات والماكينات اللي كدير ديك زز. الرئيس كان كينهج والضو اللي وراه ودنو بدا كيسيني بالحمر مجهد. السيمو دغيا غوت الرئيس وهو طايح على ركابيه. المهندس بدا كيطلع التردد، راسو كان غيترتق. السيمو بدا كيضرب في الكلافي بحال مجنون. انا داير جدار ناري صحيح عشيري. السلاح ديالو هو الساروت. طارا شافت في التوقع ديالها وجهها ولا كله عرق. السيمو حمزه بدات كتاكلو الطاقه، الوشمه بدات كتوصل قلبو. الا ما طفيناش السيستيم دابا حمزه غيولي بومبا بشريه وغيفرقع هاد الخيريه وبلي فيها. حمزه كان كيقاوم ولكن الثمن كان غالي. الوشمه الزرقاء بدات كتولي كحله وبدا كيحس بلي الجسد ديالو كيسخن لدرجه تحديد ديال المكحله بدا كيدوب ويدخل وسط لحمو بصح. واحد من الصيادين اللي كان كيبان هو الشاف ديالو وقف قدام حمزه. هاد خونا ما كانش كيتاثر بالليزر، قرب من حمزه وقال ليه بصوت عالي: التحام فاشل، الجسد ضعيف. خونا ضرب حمزه بواحد الضربه لصدرو، خلاطو يرجع للور ويطيح فوق الدروج. المكحله طاحت من يدو وبدات كطفى. ساره غوتات من تحت وصوتها وصل لعندو: ركز مع القلب ديال السلاح ماشي مع القوه ديالو. والديك ماتوا باش يحميوه ماشي باش يقتلوك به. حمزه هو طايح شاف المكحله، تفكر والديه، تفكر شحال عاش ديال الحقره في ديك الخيريه، وتفكر بلي هاد المهندس باغي يرجعو مجرد آلة. مد يدو المكحله باخر جهد عنده،
غيقاسا ولات واحد السكتة قلبية في المكان، كلشي سكت. والشمس الزرقاء ما بقاتش كحلة ولا طويطة كتشعل. حمزة ناض وقف قدام الشاف ديال الصيادين. هاد المرة ما تيراش، حط يدو نيشان على وجه الصياد وبكل برودة قال ليه السيستيم ديالكم سالة. واحد الموجة ديال الهدوء خرجات من حمزة، ماشي انفجار ولكن موجة خلات كاع الصيادين يطفوا في بلاصتهم كأنهم ألعاب تسالى لهم الحجر. في ديك اللحظة السيمو لتحت قدر يفك الباسورد. لقيتها، السيستيم طفى. الضو اللي ورا ودن الرايس طفى والرايس تنفس ورجعت فيه الروح، ولكن الشاشات كاملة في المختبر شعلات فيها صورة وحدة. المهندس عزيز كان كيشوف في الكاميرا وهو كيضحك. برافو حمزة، وصلت للمختبر رقم 0، ولكن واش يسحب ليك هادشي هو النهاية؟ الخيرية اللي راك دابا فيها هي بومبة صودا كبيرة، وإذا ما جيتيش عند المقر الرئيسي في موروكو مول في أقل من ساعة نورك على الزينات وغنمسح الذكريات ديال الطفولة ديالك كلها من الخريطة. حمزة شاف في الكاميرا وعينيه كان فيهم واحد التحدي ما عمرو كان. عزيز وجد راسك، انا ما جايش باش نتفاوض، انا جاي باش نفورماتي لك حياتك. سيمو سارة والرايس طلعوا من لاكاف كيجريو، لقاو حمزة واقف وسط الصيادين اللي طفاو بحال الخردة. كانت فيه واحد الهيبة غريبة، الوشمة البيضاء بدات كتبرد ودخلات تحت جلدو، خلات المكحلة تبان بحال شي سلاح جاي من المستقبل نقية وكتلمع. الدراري ما بقاش الوقت، قال حمزة وصوتو ولا فيه واحد الرزانة ديال بنادم اللي كبير وشرف. سيمو خاصنا طونوبيل صحيحة، صار ركزي مع التوقع ديالك، طريق الموروكو مول غتكون عامرة بالفخاخ. سيمو جبد الساروت ديال واحد الطويوطا رباعية الدافع كانت مخبية ورا الخيرية. واش جينا عشيري هاد الكات مدرعة وغندير ليها التمويل الرقمي باش ما يشدوناش الرادارات. طونوبيل كطير وسط شوارع كازا. سيمو كيسوق بواحد الطريقة احترافية، وسارة جالسة حداه عينيها مسدودين وكتعطيه طريق. دوز اليمين، كاين حاجز ديال المنظمة قدامنا، دور مع الزنقة اللي ورا السينما. حمزة كان اللور مع الرايس شافيه وقال ليه حمزة المهندس عزيز ديال المقر ديالو تحت المول، تما كاين السيرفر الأم اللي حاكم في كاع الناس اللي مركبين ليهم دوك الأجهزة اللي في كازا. إلا دمرناه غنعتقوا آلاف ديال الناس. وصلوا جيت عند دياب، البحر كان هاج والضو ديال موروكو مول كيبان من بعيد، ولكن المكان كان كيبان هذا أكثر من القياس. غوت حمزة فجأة، سيمو غرك على الفران حتى بدا الطونوبيل كتزلق قدامه. الزاج ديال المول كله تفرقع وخرج منه واحد الوحش ميكانيكي داير بحال شي عنكبوت عملاق، وفوق منه كراسي جالسين فيهم مهندسين صغار. قال الرايس وهو كيجبد السلاح ديالو، حمزة هذا ما غاديش تقضي فيه المكحلة العادية، خاصك تخترق السيستيم ديالو بطاقتك. حمزة هبط من الطونوبيل والريح ديال البحر كيديو يجيب في شعرو. العنكبوت الميكانيكي صوب جيتو المدافع ديال الليزر، صار غوتات. حمزة غيضرب الليزر. حمزة مال الليزر في لقطة خيالية، والضربة ديال الليزر اللي حرقات القدرون فين كان واقف. هز المكحلة ولكن هاد المرة ما تيراش، جراني شنجيت رجلين ديال العنكبوت. سيمو عطيني التغطية. سيمو بدا كيطلق درونات صغيرة من الطونوبيل بدات كدير تشويش على الرادارات ديال العنكبوت. حمزة وصل تحت الكرش ديال داك الوحش الميكانيكي، لقى تماك واحد الباب ديال الطاقة حط يدو اللي فيها الوشمة، وحس بلي المكحلة بدات كدوب وكتولي بحال كابل كيدخل وسط الماكينة. انا ماشي غير ساروت، انا هو الفيروس، قال حمزة وهو كيطلق الطاقة البيضاء كاملة وسط الوحش. العنكبوت بدا كيترعد ويخرج منه الدخان، والمهندسين اللي فوق منه طاحوا كلهم. فجأة الوحش طفى وطاح الأرض بواحد الهزة كبيرة. ديك الساعة تحل واحد المصعد سري من وسط الأرض ويقول حمزة للدراري يدخلوا دابا. نزل واحد القاعة كبيرة كلها شاشات وأجهزة. وسط القاعة كان جالس المهندس عزيز فوق واحد الكرسي عالي، وراه واحد الأنبوب كبير فيه عقل بشر بيولوجي كيتغذى بالكهرباء. جيتي حمزة؟ قال عزيز هو كيصفق. وجمرتي أغلى لعبة عندي، ولكن واش عارف هاد العقل اللي ورايا ديال من؟ حمزة وقف قدامه، المكحلة في يدو كتشعل بالبياض.
بغا يهمنيش كلامك عزيز، لعبة سالات. هاد العقل هو ديال باك. غوت عزيز هو كيضحك بهستيريا. ما قتلتوش، غير خديت الوعي ديالو وربطتو مع السيرفر. كاع التكنولوجيا اللي كتشوف فيا بفضل الذكاء ديال باك اللي محبوس هنا. حمزة تجمد في بلاصتو صراو الرئيس وتسيمو حتى هما صدمهم هاد الخبر. إلا تمرتي السيرفر غتقتل باك برا، وإلا خليتيه غتبقى كازا كاملة تحت صباطي. اش غتختار يا البطل؟ حمزة شاف الأنبوب وبان ليه وسط داك الوعي واحد الإشارة زرقاء خفيفة بحال واش مالي في يدو. حس بلي العبد ديالو كيهضر معاه لداخل ديال راسو. دمرني يا ولدي، عتق الناس، الموت أهون من هاد العبودية. دمعة هبطات من عينين حمزة. شاف في عزيز وقال ليه بصوت كيقطع الحديد: الوليد قال لي بلي الريمة كيموتوا وهما واقفين، ماشي هما مربوطين في الماكينات. حمزة هز المكحلة وجمع فيها كل ما تبقى ليه من روح الطاقة. المكان كله بدا كيزلزل. عزيز غوت. لا، غتخسر كلشي. حمزة تيرا واحد الضربة بيضا قوية مشات نيشان القلب، السيرفر والأنبوب. واحد الانفجار ديال الضوء الواعي خرج من تما، لدرجة كاع الناس في كازا حسوا بواحد الراحة في راسهم. الأجهزة اللي ورا الودن طفات كلها. فاش هبر الضوء المكان كان كله حطام. عزيز كان طايح في الأرض فاقد الوعي ومسدود عليه في الحطام. الرئيس والسيموسارة كانوا كيقربوا من حمزة اللي كان طايح ويطور رجعات عادية والمكحلة تفرقعات ل100 طرف. حمزة شاف السما من واحد الثقب اللي دار الانفجار وبان ليه النجوم. حس بلي واحد الثقل كبير تحيد من فوق كتافو. باك دابا حر، جاوب حمزة وهو كيبتسم. وحتى حنا ولينا أحرار. خرجوا من تحت الأنقاض والشمس بدات كتطلع على بحر كازا. الزنقة كانت خاوية والهدوء كان زوين. حمزة شاف صحابو وقال لهم كاين بزاف ديال المهندسين مخبيين في مدن أخرى، وكاين بزاف ديال الدراري في الخيريات محتاجين اللي يوريهم الطريق. يلا نبداو الخدمة. المهم أصدقائي، كانت هذه يعني هاد القصة قصة مفرقعة من نوع ديال النوستالجيا، قصة خيالية شي شوية فيها الطاقات كدا، الأسلحة، التكنولوجيا. قصة زدنا فيها شي لعيبات ديال الحواس، السمع كدا، الهاكينغ. حاولنا نتلاحوا لهاد الستيل هذا. نتمنى يعجبكم. إذا عجبتكم هاد القصة نقدر نزيد فيها مواسم أخرى بطبيعة الحال، أو إذا عجبكم فقط هاد الستيل هذا راه نقدر ندير لكم قصص أخرى بنفس الستيل ديال الطاقات وكدا والمغامرات، شوية الخيال، نوستالجيا. سوا هذا ما كان الشباب في هذه القصة. نتمنى تكون في المستوى. كان معكم أخوكم مارو، نلتقي في قصة جديدة.